تتساب لوحدك في جزيرة ما فيهاش نقطة مية، تشرب دم سلاحف عشان تعيش، وبعدين تختفي كأن عمرك ما كنت موجود. سنة 1725 على متن سفينة تابعة لداتش إيست إنديا كمباني، الشركة اللي كانت وقتها أقوى من دول كاملة، كان في راجل اسمه ليندرت كان موظف كبير. فجأة لقى نفسه متهم بتهمة كفيلة تنهي حياته، الشذوذ. تهمة في الزمن ده تساوي حكم بالموت. هو بيصرخ ده زي ابني، أنا كنت بساعده، بس محدش سامع. السفينة قررت هو لازم يعترف بأي طريقة. لما الإنسان يبقى أهون من ولا حاجة، الصوت بيهدى وبعدين فجأة بيصرخ، فتايل بين صوابعه والنار بتاكل في لحمه واحدة واحدة. كانوا بيحطوا خيوط بين صوابعه ويولعوا فيها ويسمعوا صراخه، ولما سكت جابوا القماش وربطوه على وشه، ومية بحر تتصب عليه لحد ما يغرق وهو واقف. وده اسمه الإيهام بالغرق، بس بنكهة جحيم حقيقية. وفي الآخر وقع، انهار ومضى على أي حاجة. مش اعتراف، ده استسلام. القبطان قال جملة واحدة: مش هنقتلك، هنسيبك تعيش على جزيرة اسمها Ascension Island. جزيرة؟ لا مش جزيرة، دي قطعة جحيم. مفيش زرع، مفيش مية، مفيش بشر، بس شمس وصخور وموت بطيء. سابوه معاه خيمة وشوية رز وبسلة وبرميل مية وبندقية من غير رصاص، كأنهم بيقولوله انت لوحدك خلاص. بيحاول يعيش، الأيام بتعدي، هو بيجري ورا طيور يمسكها بإيده، سلاحف طلعت بيض يذبحها. المية خلصت، وهنا يبدأ الجنون. يشرب دم السلاحف، يشرب بوله عشان يعيش. الشمس سلخت جلده والعقل بدأ ينهار. في 14 أكتوبر 1725 كتب آخر جملة: أنا عايش زي ما أنا. وبعدها صمت. بعد شهور سفينة إنجليزية تعدي، ينزلوا يلاقوا الخيمة والأدوات والمذكرات، لكن الجثة مفيش ولا حتى عظمة واحدة. النظريات كانت بتقول انتحر، رمى نفسه في البحر من اليأس، ممكن، بس ليه مفيش أي أثر؟ طب اتاكل؟ مفيش حيوانات مفترسة على الجزيرة أصلا. طب هرب؟ هل سفينة قراصنة عدت وخدته؟ ولا هو خطط لكل ده؟ لما القصة اتنشرت في لندن، الناشرين لعبوا فيها شوية، زودوا شياطين بتطرده وملايكة بتكلمه. ليه؟ عشان يحولوها من قصة بقاء لقصة عقاب إلهي ترضي الجمهور وقتها. أحيانا الموت مش هو أسوأ حاجة ممكن تحصل للإنسان، الأسوأ إنك تعيش لوحدك لحد ما تختفي وما يفضلش منك غير كام ورقة وقصة محدش عارف نهايتها.